بشكل عاجل، ومثل ما ذكرت لكم الأسبوع الماضي آبل تنزل التحديث المنتظر لإصلاح المشاكل iOS 16.3.1. التحديث هذا يدعم جميع الايفونات في القائمة هذه، بس تحذير: قبل لا تحدث على الأقل لازم يكون عندك 5 جيجا مساحة كافية لو عندك تحديث 16.3. لو ما حدث من زمان حجم التحديث راح يكون كبير وتحتاج على الأقل 10 جيجا، لأن لو لا سمح الله ما حصل الهاتف مساحة وهو يحدث راح يعلق ويخترب عليك، والحل هو بحذف جميع البيانات في الهاتف. فاصل قبل لا ندخل تفاصيل التحديث. هذا الفيديو برعاية منصة AAA-FX لتداول العملات الرقمية والأسهم العالمية. تقدر تتداول عن طريق الموقع الخاص فيهم أو من خلال منصة ميتا تريد الشهيرة، النسخة الرابعة والخامسة في هاتفك الآيفون أو الأندرويد. الإيداع يصير عن طريق التحويل البنكي، البطاقة البنكية، آبل باي وجوجل باي، وحتى بالعملات الرقمية مثلا البيتكوين. وفي مواد تعليمية تعلمك كيف تتداول مع حساب تجريبي بدون لا تحط بطاقة بنكية. تقدر تتداول وتشوف أدائك، إذا شفت نفسك ممتاز ادخل بالمال الحقيقي. المنصة من الأوائل اللي تسجلت في اليونان عام 2007، وعندها عملاء في 176 دولة حول العالم. راح أحط روابط تحت الفيديو. آبل بصراحة صارت سيئة جدا في آخر تحديثاتها، ثبات النظام ضاع وصار يشبه الأندرويد نوعا ما. هذا التحديث مخصص لإصلاح المشاكل. أولها في بعض المستخدمين لما يصيروا على الإعدادات بعدها قسم الآي كلاود ما ينضغط، ما يتحرك شيء ويعلق عليهم. أما المشكلة الثانية لما تسأل سيري عن الأشياء اللي ضايعة حواليك باستخدام الإير تاج أو أجهزة آبل، ما راح ترد عليك وما راح تعرف الإجابة. هذا التحديث راح يصلح المشكلة. المشكلة الثالثة هي خاصة بأحدث أجهزة من الآيفون 14، واللي هو الكراش ديتكشن. كانت تتفعل بشكل تلقائي، آبل عطلتها صارت ما تشتغل إطلاقا. هذا التحديث يفترض أنه يصلح هذه المشكلة. التحديث هذا نوعا ما كان مستعجل، لأن النظام فيه كثير من الثغرات والمشاكل الصغيرة، فعشان كذا التحديث هذا بدون أي ميزات كبيرة تذكر، فقط إصلاحات مشاكل وأغلاق الثغرات الأمنية. انتوا كتبوا لي شو المشاكل اللي تواجهوها في نظام الآيفون، وأي إصدار من النظام كان الأكثر ثبات بالنسبة لكم.